يسعد جميع أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. يقول أبو العلاء المعري: العيش ماض فاكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان. تذكرت البيت. على كل حال، العلاقة اليوم هي خلاف بين بنت وأمها. البنت جاي تعتذر من أمها بعد قطيعة دامت تقريبا سنة، راح تعرفوا كل التفاصيل، ولكن نستقبل أولا الابنة واسمها ملك محمد. أهلا يا ملك، تفضلي ملك. شو أخبارك؟ الحمد لله. كله ماشي؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حياة منيحة معاكي؟ الحمد لله. ماشي الحال. ملك جامعية، بنت في الجامعة، كانت عم تدرس، عم تحضر دبلوم، طلعت لها وحدة صديقتها قالت لها في حبوب بتنشط الذاكرة، بتخلي الإنسان صاحي، وبتخليكي إنك تدرسي وتستفيدي وتنجحي في الامتحانات. ما بعرف شو نوع الحبوب، بس هي يمكن نوع مخدر، بس بينشط، منشطات. ملك اقتنعت، جربت هالحبوب، لقت انه الفائدة جيدة، بقى صارت تتناول هالحبوب مرارا وتكرارا الى ان ادمنت على ذلك، ولكن للاسف سقطت بالامتحان، ما نجحت. امها عرفت بالموضوع، امها حاولت تمنعها لانه خافت على صحتها. يعني مثل ما نقول نحن زربتها في البيت او حصرتها في البيت يوم 2 3 4 مش عارف كم، يعني لفترة، لحتى تمتنع عن ذلك، وما قدرت تمنعها، ظلت مستمرة لأنه كانت مدمنة. بالأخير هربت من المنزل، وهم من بني سويف، غادرت إلى القاهرة وسكنت بالقاهرة، ما بعرف وين، بس إلى سنة تقريبا لوحدها عايشة. ولكن خلال هالسنة قررت أنه توقف تعاطي هذه الحبوب اللي مخدر، واستفاقت وشافت البرنامج وقالت بدها ترجع لأمها وترجع لبيتها من خلال هالبرنامج. ملك، هذه الحكاية. في شيء تاني؟ ليه ما نجحتي؟ مع حساب الحبوب كانت كويسة وعم بتنشط وعم بتذاكري كويس وتدرسي. لا، ما كنتش بذاكر. ما كنتش بتذاكري؟ خبريني، هاتي لشوف، احكي لي. هي ما كنتش بنام كويس من كتر المذاكرة طول الليل، لما كنت بروح ببقى مرهقة جدا. نعم. فهي قالت لي ان هي دي هتخليني صديقتك؟ هتخليني ان انا ابقى فايقة. نعم. لحد ما فترة الامتحانات تخلص. نعم. وفعلا يعني اخدت منها، بس انا ما كنتش عارف هو ده ايه. فترة طويلة قوي. نعم. هي صديقتك تتعاطى هذه الحبوب؟ تاخذ منها؟ وسقطت، ما نجحتش، بس ماما ما كانتش عارفة ايه السبب. نعم. قديش عمرك ملك؟ 21. 21. عندك اخوة اخوات في البيت؟ عندي اخويا محمد 15 سنة. اخوك محمد اصغر منك؟ ما عندك غيره؟ لا. الوالد موجود في البيت معاكم؟ لا، بابا متوفي. متوفي؟ الله يرحمه. له زمان متوفي؟ يعني انت عايشة انت وامك واخوك. طيب الماما حاولت تمنعك بس ما قدرت؟ كثير. وهربتي؟ كيف هربتي؟ هي كانت ما بتنزلنيش، ما بتخلينيش اكلم حد، فانا سبت البيت. سبت البيت؟ مع مين؟ في حدا اخذك من البيت؟ لا. وين سكنتي؟ نزلت على القاهرة، كان في واحدة صاحبتي هنا كنت عارفة. هي نفسها صديقتي صاحبتك؟ لا. واحدة تانية؟ كمان تتعاطى الحبوب؟ وسكنتي معاها؟ قعدت معاها. وليك سنة ساكنة معاها؟ بس سبت. كيف عايشة؟ بتشتغلي؟ بشتغل. شو بتشتغلي؟ شغالة في سنتر. في سنتر؟ اوكي. موظفة يعني؟ موظفة عايشة؟ طيب ليش رجعتي صحيتي هيك وبدك ترجعي تحكي مع الماما وحشتني. وحشتك. وقفتي الحبوب؟ خلاص؟ بقالي 5 شهور. 5 شهور؟
ولا حبه ابدا؟ وحاسه حالك افضل؟ كتير نشطه اكثر؟ بس كتير. انا شايفك بعدك هيك مهزومه مكسوره، يعني ما بعرف ليه. زعلانة بس. زعلانه؟ تعبانه شيء؟ ليه؟ عشان بعيد عن أمي. بعيدة عن امك. ملك، يعني ان شاء الله نقدر نرجعك لامك، وما بعتقد الام بيكون قلبها قاسي كثير، بيكون يعني شوي يمكن مقهوره زعلانه، بس بهالسنه ما تواصلتي معها ابدا؟ وهي ما حاولت تعرف وينك؟ هي عايشه ببني سويف. نحن وجهنا الدعوه للوالده امك عايده، وجهنا لها الدعوه، بنشوف اذا كان وافقت تجي، نطلع سوا. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين الهرم عشان نسلم دعوه الحضور للاستاذه عايده يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك استاذه عايده؟ ايوه حضرتك عندك 40 سنه ومدرسه، مظبوط؟ مظبوط. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج قرداحي، جايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. اهلا وسهلا، بس يعني انا بمناسبه ايه الدعوه؟ حضرتك احنا بنختار بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج، حضرتك من ضمن الشخصيات دي. طيب انا ما طلعتش قبل كده في التلفزيون يا استاذ جورج، انا ما طيب دي فرصه كويسه ان حضرتك تشرفينا تكوني موجوده معانا في البرنامج. طيب مش عارفه انا هعرف اطلع اتكلم ولا ايه، انا ما طلعتش قبل كده في التلفزيون. ان شاء الله حضرتك وفريق الاعداد هيكلم حضرتك ويقول لك على المواعيد ومكان التصوير وكل حاجه. طيب على العموم متشكره جدا لحضرتك. حضرتك قبلت الدعوه؟ اكيد طبعا، نطلع في التلفزيون ونشوف البنات ان شاء الله. استاذ جورج، استاذه عايده قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. ملك بنت عمرها 21 سنة، إلى سنة تركت البيت وعايشة لوحدها في القاهرة مع وحدة صديقتها. السبب أنه لما كانت بالجامعة نصحتها صديقتها أنه تتعاطى بعض الحبوب، لأنه بتخليها الحبوب تصحى، بتخليها ما تنامش، بتخليها تقدم امتحانات بشكل أفضل، ولكن للأسف أخذت الحبوب ورسبت بالامتحانات. المشكل مش هون، المشكل أنه لما هم من بني سويف، يعني بأول الصعيد من جهة القاهرة، قرية محافظة وأهلها محافظين، عايشة مع أمها وأخوها أصغر منها. الأم عرفت بقى، زربتها بالبيت، حبستها في البيت، وحاولت أنه تقطع عنها الحبوب وتمنعها من تعاطي الحبوب. خفية مشيت وهربت من البيت وإجت على القاهرة وسكنت بالقاهرة مع وحدة صديقتها كمان تتعاطى هذا النوع من الحبوب، ما بعرف شو اسمه، ما سألتها شو اسمه. على كل حال اليوم بعد سنة اشتاقت لأمها، بدها ترجع لأمها وترجع لحضن البيت، ترجع تشوف أخوها، إلى سنة ما شافتهم. بدنا نحاول نحن، أمها صارت في الخارج منتظرة بالغرفة المعزولة، أمها اسمها عايدة، بدنا ننادي على عايدة. يا شباب خليها تتفضل. اهلا اهلا بالست عايده، سلمي. اهلا تفضلي، شرفي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كيف احوالك؟ خير الحمد لله. انا بشكرك انك جيتي، شفتك لما تلقيتي الدعوه، بقى بتشكرك على عاطفتك، شرف لي نقابل وعلى حضرتك. ثقتك فينا. ربنا يخليك. اشكرك يا ست عايده. انا اللي بشكر حضرتك ان انا شفتك. خبريني كيف احوالك انت، كيف احوال القريه والاهل والناس؟ تمام كلكم الحمد بخير؟ لله. تمام الحمد لله. انا سبق وزرت بني سويف. جميله بني سويف، بعرفها، منطقه حلوه. اكيد طبعا. منطقه جميله
والنيل والاراضي الزراعيه ما شاء الله، واهلها ريف بلدنا كله حلو. واهلها الطيبين. اكيد طبعا. يا ست عايده، انا دعوتك نيابه عن شخص هو حب يدعيكي. بقى هذا الشخص انت بتعزي عليه وبتعني له كتير، وحملني رساله لإلك، بس بالاول بحب تعرفي مين هو الشخص. يا ريت. يا ريت. بدك تطلعي بالشاشه. وحشتك؟ ما اعرفهاش. ما بصدق. ما اعرفهاش. طلعي فيها منيح. شفتها. هيدي ملك. ليش سميتيها ملك؟ مش هي. صحيح. ملك بعتت لك رسالة معي. ملك بتقول لك بهالرسالة: ماما يا أحن أم في الدنيا، عدت سنة وأنا بعيدة عنك، عرفت فيها قيمتك وقد إيه غلطت لما خنت ثقتك وتربيتك. انت ما كنتيش امي بس، كنت صاحبتي واختي وبنتي كمان. وكل ما افتكر تعبك في تربيتي انا ومحمد اتاكد انك ست مليون راجل، ست لازم ابوس ايدها ورجلها كل يوم واشكر ربنا انها امي. اكثر شيء كان بيوجع في بعدي هي الأوقات اللي كنت بفوق فيها لروحي وأبكي وأنادي عليكي وأقول: يا ماما ما تكونيش جنبي. ماما أنا قررت ارجع نظيفة، لأنك تستاهلي بنت توقف جنبك وترفع راسك. لو عشت باقي عمري أعتذر لك مش حيكفي، وأنا دلوقتي بعتذر لك قدام الناس كلها، وماليش أمل في الدنيا غير إنك تسامحيني، والمسامح كريم يا ست الحبايب. اسامحها على ايه؟ واما انا احن امه وانا اخته وانا امه وانا بنته وانا سابتني ليه؟ علشان قلت غلط؟ هي ما قالتش ازاي كده. تمشي احنا في مجتمعنا احنا مجتمع شرقي، في مكاني ده انا يعني صعيديه. نعم. بعدين انا كنت صاحبه، ما كنتش ام. قالت صديقه. قالت لك صديقتي. ازاي تقعد فتره تدمن وتاخد مخدرات وهي عارفه اني انا اللي بعمله كتير. نعم. مفيش داعي ان انا اقول انا بعمل ايه. ذكرت كل شيء بهالرساله، قالت لك. ماشي. كل المدح ده جميل، ليه ما ارتمتش في حضني وقالت لي عالجيني؟ كنت هعمل المستحيل عشان اعالجها، انما تزود المبلة طين وتشيلني بدل العار عارين. عار هروبها من البيت لمدة سنة، انا واخوها قافلين علينا الباب، ولا حول لنا ولا قوة. اخ عمره 15 سنة مش قادر ينزل يبص للناس ويرفع راسه ويبص لاصحابه ولا يكلمهم. اتهرب من اهلي عشان محدش يجيني ويقول لي بنتك فين. بتهرب من عمامها، بتهرب من خالاتها، ودول يقولوا لي فين اقول لهم هنا، ودول يقولوا لي فين اقول لهم هنا. عشان ايه هكذب؟ فتشتي عليها عايده بهالفتره؟ كتير. ما عرفتي وين خوفي عنوانها؟ كله ان حد يجي يقول لي انا شفت بنتك مع واحد. مع واحد؟ كنت بموت كل يوم. هي في السنه دي ممكن تكون تعبت شهر 2، انا تعبانه السنه كلها، تعبانه انا وابني ما بنبطلش عياط. مش عارفين هي ايه اللي حصل لها، ماتت
ايه يعني لو كان جاني خبر انها ماتت في قنبله من اللي بتحصل ده كنت حمدت ربنا، اقسم بالله انا كنت حمدت ربنا. بنتي ماتت شهيده، انما بنتي فين مش عارفه، اراضيها فين مش عارفه، ماشيه صح ماشيه غلط مش عارفه، هي ماشيه على غلط يبقى هتكمل الطريق غلط. شو اسمه ابنك شو اسمه؟ محمد. يا ام محمد، الابناء دائما بيغلطوا، بيفكروا حالهم اذكياء، بيتزاكوا على اهلهم ويعتبروا اهلهم انه صاروا دقه قديمه ما بيفهموش وهم بيفهموا اكثر. بنتك حالتها زي كل الحالات الشبيبه الصاعده. دي مش بنتي، بنتي محجبه، بنتي كانت حافظه 12 جزء من القران. دي شكل واحده ابوها حافظ كتاب الله، ابوها كان متعلم ازهري. دي شكل واحده ابوها ازهري. دي شكل واحده امها كانت بتقعدها وتقول لها الصلاه ازاي حتى لو هي راجعه علشان ترضى تسامحني يا حجي اسامحها. يا حجي المفروض ترجع بالطريقه اللي انا احبها تبقى عليها. اسمعي، بدنا نوصل، ما وصلنا لهون بعد. اسمعيني شوي، كل اللي عم تحكيه صح سليم، وبنتك اخطأت خطأ فادح جدا، ولكن بدنا نعذرهم على سنهم بالاول، بدنا نعذرهم على جهلهم ثانيا، وبدنا نعذرهم على رفاء السوء ثالثا. في اعذار، ما نحن ربينا، اذا نحن ربينا وطلعت هيدي النتيجه نحن مسؤولين ايضا. انت مسؤوله. ازاي؟ ابوها الازهري مسؤول. ازاي؟ لانه اذا وصلت لهنا معناتها لنا يد في ذلك. نحن يا استاذ جورج احنا كنا بنربي. يا ام محمد خليني كمل. مش هي وحدها المسؤوله، برضو البيئه اللي حواليها مسؤوله، بيتها مسؤول، امها مسؤوله، انت كمان مسؤوله. فين؟ انا بحاسب نفسي كل يوم، بحاسب نفسي ايه اللي انا غلطت فيه. غلطت ان انا كنت بقول لها ذاكري مع صاحبتي. اسمعي يا اخيتي، لما كانت تذاكر مع صاحبتها قالت لها خدي حبوب عشان تصيري صاحيه وتصيري ناصحه وتصيري تعرفي تذاكري. انت وين كنتي؟ كنت معاها في البيت. ليش ما انتبهتي؟ هنتبه لايه؟ اما انا قدامها بدخل بلاقيها بتذاكر. انه بنتك في شيء تغير بسلوكها. ما تغيرش حاجه. لا تغير، ما كانتش تنام. لا ما كانت بتذاكر. بس ما كانتش تنام. بتذاكري. قالت لي يا ماما انا بذاكر. اما انا بدخل بشقر عليها. يعني تقلك شو؟ تقلك يعني هي مخطئه، بس مش هي وحده مخطئه. حتى لو انا عشان نبدا من هنا غلط. نعم. انت متاسسه صح. ليه؟ وين كنتي طيب؟ ليه؟ طيب هل الطريقه اللي مارستيها معاها يعني حبستيها في البيت ده كان الحل؟ حبستها بعنف، حبستها بضرب، حبستها بقسوه؟ لا، حبستها قلت لها اقعدي، مفيش خروج، مفيش. انت عارفه اللي بيدمن بيصير غصب عنه. ماشي، انا ما كنتش كانت ارتمت في حضني وقالت لي انا عايزه. مش قادره، ما هي عيله، ليه؟ هي بنت ولد. ليه مش قادره؟ هي بتقول ان انا امها واختها. ليه مش قادره؟ يعني انا امها واختها تحكي لي عن صاحبه وتحكي لي عن راح فلان وجه فلان وما تحكيليش على ادق التفاصيل حياتها. هلا انا حكيت اللي بدي احكيه، بس انا بحب اسمعها هي لانه ما سمعت صوتها ضعيف. وطلعي فيها انت، شوفي كيف حالتها مكسوره ومهزومه. مش اكتر مننا والله طلعي فيها انت. والله ما اكتر مننا. يا ملك طلعي فيني هنا. ملك طلعي فينا. طلعي هنا. يا ست عايده، عم بتشوفيني؟ ست عايده انا هنا. طلعي ماما، قولي لها اللي عايزه تقوليه. عايزه اقول لها تسامحني. تفتكر لما كنا في البيت مع بعض او طلبت منها حاجه وما كانش معاها. انا نعم ما كنتش بزعل، مش زي اخويا. نعم. هو كان بيوصل من حاجته تيجي وانا لا. نعم. تفتكر وانا صغيره كانت شو كانت؟ قولي احكي. هي كانت بتحكي لي ايه؟ بتقول ان هي كانت بتخاف عليا قوي. ايه؟ كنت تعبانه طيب ليش ما سمعتي من والدتك انت؟ ليش طشتي هيك وخرجتي من البيت ورحتي
ومثل ما قالت الماما يعني صاروا مخجولين، صاروا مقافلين الباب هي واخوكي لانه يسمعوا اخبار عنك ومش عارف ايه. طلعي فيها، احكي لها، وضحي، بدي تكوني شجاعه، احكي. شايفتينا يا ام محمد؟ انا ما كنتش اقصد، ما كنتش تقصدي؟ ما كنتش اعرف ان هو ده مخدر وكان غصب عني. ما كانش تعرف انه ده مخدر وكان غصب عنها. قولي لها يا محمد، ردي عليها. كانت سألت، كانت جت وقالت ده ايه، وانا كنت عرفت زي ما انا لقيت شريط البرشام ونزلت للصيدلي. ليش ما شكيتي همك وسألت ده ايه وعرفت ده ايه. ليش ما شكيتي همك لوالدتك؟ هي حتى يعني التلفزيون دلوقتي بيوعي الناس كلها وهي مش صغيرة. كانت خايفة بتقول. مش حاجة اسمها خوف، أنا مش بمسك عصاية، أنا يعني فيكي تمنعي واحد، فيكي تمنعي حدا يخاف؟ خايفة حتى كانت. لما عرفت ما ضربتهاش. عارفة إنه عندها ذنب وهي يمكن مخجولة من الذنب ده، مش خايفة، يمكن مكسوفة تقلك. اختارت السكة الغلط يا ستي، اختارت ما اختارتش السطر الصح. لقيتها غلط وندمت. اختارت السكة الغلط، لقيتها غلط، اكتشفت انه غلط، تعلمت، ندمت، رجعت بدها ترجع لأمها. قلت لها أمها لا، خليني اقعد شوي. ملك اذا بدك تحكي حبيبتي فيكي تحكي شوي بليز، يعني بسيطة، شدي حيلك. طالما اخذتي هالخطوة الجريئة وجيتي على هالبرنامج وصرتي هون، الماما صارت هون، ما حدا جبرك تجي، بقى تفضلي احكي لها. يعني لازم تطلعي شوي من هالانكسار والهزيمة اللي عايشة فيها. طلعي بأمك وقولي لها اللي بدك تقولي لها اياه. يلا ارجوكي بليز. مالك؟ سرخي بايديك. ها؟ بدك تقولي لها شيء؟ شو بدك تقولي لها؟ قولي لها، طلعي فيها هناك وقولي لها. انت بتطلعي فيني انا؟ فيك تطلعي فيني انا؟ ملك تعبانة انت. خلص مش حاضغط عليها اكثر من هيك. بنتك متأثرة، بالاول كانت جاي شوي يمكن مش مستنظرة منك هالموقف، بس شكلها رجعت لورا. هي اتهمتني ان انا اسي. نعم، هي اتهمتني ان انا اسي علشان حبستها، مجرد ان حبستها خلص. في البيت. ليك دي بنتك، يعني كثير صعب واحد يفوت بمصالحة بين ام وبنتها. يعني عادة الام وبنتها ما بيتخانقوا بحياته، بتاريخ العالم الام وبنتها ما بيتخانقوا. يعني لما يقولوا في خلاف بين ام وبنتها بيقولوا خلاف بكره بينحل، بس انت المسألة بين ايديك. هيدي البنت هون وهي البنت بدها مساعدة. هل انت قادرة انك تساعديها؟ قادرة ترجعي تضميها وتاخديها وتحضنيها؟ هذا القرار بيرجع لك. انا عملت اللي علي، كنت ضيعتيها، صارت هون موجودة بين ايديك. بتحبي ترجعيها معك على بني سويف، هي موجودة. ما بتحبي، مثل ما جيتي ترجعي مكرمة معززة، وأنا بشكرك على ثقتك، بس بدي منك جواب. بتقولي مسامحتيها، نفتح الستار وبتحضنيها.
بتقولي لا، كل واحد بيرجع لمكانه. ترجع هي على حياتها بالقاهرة، هي موظفة عم تشتغل بوظيفة وعم بتنام عند وحدة صاحبتها، وانت عايشة لوحدك انت وابنك ببني سويف، كل واحد بيعيش حياته. بقى يا ام محمد ارجوكي بدي قرار منك. مش عارفة. مش عارفة ولا مش قادرة؟ سامحة. نعم. سامحة. سامحتيها؟ ما سمعتك. سامحتها. المسامح كريم. سامحتها يا جماعة بس ما سمعتها. تفضلي تفضلي يا محمد. ام محمد، اولا انا بقول، انا مكانك بقول الحمد لله انه موجوده وعايشه وقادره تحضنيها وتغمريها. في ناس انحرموا من ابنائهم كانوا مدمنين، انحرموا، في عيال انحرمت من ابنائها وكانوا مدمنين. الحمد لله، اشكري ربك انك بعدك قادره تحضنيها وترجعيها، وهي صار لها 4 شهور موقفه عن الادمان. سامعه؟ بقى هلا الحمل عليكي والمسؤوليه عليكي، بدك ترجعي انت وياها تاخديها. اشتاقت لحضنك، اشتاقت لكتفك. شوفي بقى، بس ساعديها، بدها مساعده لانه تعبانه نفسيا. يلا بالسلامه ان شاء الله. انت هون خلص استنى، رجعتي للوين. يلا تفضلي.